السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل الليفت بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة، ولو قعد معاكي فترة طويلة مش هيتهري ولا هيحصل له اي حاجة. مين بيحب مية الليفت؟ انا بحب مية الليفت، يعني اللي بيحب يشرب مية الليفت يعمل الطريقة دي. اول حاجة طبعا هنجيب الليفت، وما تجيبيش الحجم الكبير. هاتي الحجم الوسط او الصغير دوت، عشان الكبير ده بيبقى ايه، بيقولوا عليه شايخ يعني. بيبقى وكمان بيشرب الملح كمان، بيبقى عامل زي الاسفنج كده. فهاتي نقي الحجم الوسط او الحجم الصغير ونضفيه كويس وشيلي منه العروق بتاعته الخضرة دي. انا بحب احتفظ بشويه لاني بحبها، طعمها جميل. ممكن تخليلي منها شويه وسط اللفت. جبته كده وغسلته، نقعته في ميه لانه بيبقى فيه طينه وبيبقى فيه تراب، فلازم تنضفيه كويس وتنقعيه عشان الرمله والتراب ده ينزل. وبعد كده صفيته وقطعته، اما تقطعيه بالسكينه المشرشره اللي قدامك دي او بالسكينه العاديه زي ما انت عايزه طبعا. ولو في اي حاجه يعني، ولقيتي واحده كده كده تستبعديها وتقطعيه صغير، بيبقى طعمه جميل قوي. وبتبقى قطع صغيره كده، فالواحد ياخد قطعه فخلاص وتخلص. قطعيه بقى بالشكل اللي يعجبك يعني. انا قطعت شويه مشرشر وشويه بالسكينه زي ما تحبي. دول 5 كيلو بالظبط، ودول حجمهم بعد التنظيف. هلفهم في 4 معالق كبار ملح. همسك كده ال5 كيلو بعد ما قطعتهم ووضبتهم وعملت فيهم كل حاجة وبنضفه زي الفل. هنلفهم في 4 معالق كبار ملح. يبقى أول حاجة حطينا 4 معالق كبار ملح. وبعد كده احطهم في مصفى واسيبهم ينزلوا ايه ميتهم، من بالليل للصبح، من الصبح للبالليل. المهم تكون نزلت الميه دي. الميه اللي هتنزل دي مش هنستخدمها، هنستغنى عنها، لازم ترميها لان هي ميه مش حلوه، بيبقى فيها غازات. طبعا غطيته عشان ما يجطلوش اي حاجه. هجيب بقى املى الكاتل ميه سخنه. تقريبا انا استخدمت هنا لترين الا ربع ميه حسب حجم البرطمان. هجيب بقى، احنا حطينا 4 معالق ولفينا بيهم وخلاص. دول 4 معالق الاولين. المية هقطع فيها بنجراية كبيرة، واحط معلقتين سكر ومعلقتين ملح كمان، يبقى كده 6 معالق، ومعلقة شطة ومعلقة بابريكا. السكر ده بيبقى زي مادة حفظ كده، وهيخليه مقرمش وجميل. وعصرت 3 ليمونات كبار. بعد كده هجيب معلقتين ملح، معلقتين سوري، خل. انا ما بحبش اكتر له خل عشان لما يقعد فترة طويلة ما يتهريش. معلقتين بس، معلقتين كبار. بعد كده شلت البرنجرايه من الميه، وحطيت بقى نص الكميه في البرطمان ونزلت عليها نص كميه الميه. وبعد كده هو حطيت بقيه الكميه وسبته بالظبط اسبوع، يعني 6 ايام، وتاكلي احلى لفت وتشربي احلى ميه. يا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها. واشوفكم على خير في فيديو جديد.